جه فضل يزن عليا لحد ما جيت قلت له خلاص انت عايز تشتريها هنشتريها. قال لي طيب كلمي الراجل. كلمت السمسار، هو اللي عايز يشتريها لاجل غير مسمى لحد من اهلي او من اهله يعني، ولا هو كان حاطط حتى في دماغه ابراهيم لحد قبل ما يموت بساعه كان بيقول انا هخف واطلع وافتح مشروع وعايز نفسي اعمل كذا ونفسي ربنا يكرمني واخلي انس يفتح يلعب كوره وافتح اكاديميه واعمل واسوي. تمام. رجعت قلته اتكلمتوا في حوار الضوافر والشعر، قعدت اقول لكم قسما بالله هاتوا واحده من اللي صورت معاها وعملت ضوافري ولا شعري غير لما كنت واخده فلوس مقابل ده عشان انزل اصور، عشان كلهم كانوا بيقولوا هبه ترند وهبه سلوجه الاصيله وهبه مش عارفه ايه. كنت بروح اصور واخد فلوس زي اي حد. ما انا معايا في رقبتي طفلين في رقبتي انا، غير ان انا بروح باي شغلانه بتجيلي بنزل بشتغل عادي ساعي بلم هدوم بعمل اي زفت عشان اجيب اي فلوس عشان اصرف في بيتي. تمام. طلعتوني انا في الاخر انا الغوله وانا الوحشه وانا بتخطيط من مين ده؟ طلعت هبه الوحشه من مين؟ ده حتى يعني حماتي اللي بقول عليها زي امي قالت في الاول انا كنت باجيله كل يوم، بعد كده لا اصل انا جيت له مرتين 2 بس وهو تعبان. ما كل حاجه بتظهر واحده واحده، وهبه ما عملتش حاجه وبتقولوا هبه اصل موثق رحله علاجه. ما موثق رحله علاجه عشان يقول لكم هبه ما عملتش حاجه. هبه لو عملت حاجه كانت كنت يعني على الاقل كنت زمان من اول ما حصل الموضوع الشخصيه اللي اتكلمت عليا كان زماني اول واحده رايحه. تمام. انا اقسم بالله لو ينفع اطلع الفيديو ده اللي هو خفيه اهو بنفسه مصور بطنه اهي جرحه اللي بتقولوا عليه الاستومي، اي حد عامل تحويل مسار عارف ان دي الاستومي. تمام. لكن انتوا نسيتوا ربنا ونسيتوا ان كل الميتة تنأجل وان البني ادم مهما بيعافر ربنا بيدي لكل واحد الساعه اللي مكتوبه له. محدش بيعجل بموت حد، محدش عمل حاجه في حد. انا ما اذيتش ابراهيم. تمام. وربنا بكره هيظهر الحق وخاصيه اي حد ظلمني، مش هقول اكتر من كده. كلكم ظلمتوا وفي الاخر لو فكرتوا ثانيه واحده لو طلعت انا مظلومه بعد كل الظلم والافتراء والكلام والاتهامات اللي عمالين تنزلوها عليا دي هيحصل ايه؟ بجد هيحصل ايه؟ انا النهارده لما بشوف حد في مصيبه بقول يا رب يا رب لو مظلوم يا رب انصره، لو ظالم يا رب وريه عجائب الدنيا فيه. هي الدنيا كده. لكن تظلموني وتفضلوا تقولوا كذا كذا كذا، تقول لك اصل هبه كانت بتديله كيماوي انا اديته كيماوي يا نهار اسود. امال انا كنت بروح ده احنا كنا كل جرعه طالع فيها لايف، مفيش جرعه. والواتساب وبتاع ده الموبايل بتاعه اللايفات كلها متسجله، كل الجرعات اللي خدها مسجلها في اللايف لان كل لايف كان بيطلع ويفضل يطلع لايف ويسلي نفسه لحد ما الجرعه تخلص. اللي هو لك ما خدمتوش وهي تحت له وما عملتلوش حاجه، لا انا كنت قاعده تحت رجله وكنت بخدمه وبساعده وكنت بعامله زي ابني طول ما ابراهيم من اول ما تعب لحد ما توفى وانا بعامله زي عيل من عيالي بالظبط. وعند ربنا بعمل لربنا مش ليكم، بعمل للراجل اللي انا حبيته مش عشان خاطركم. اتكلمتوا عليا في حوار اسلام وانا مختفيه خالص ما بتكلمش، قلتوا ده اسلام كذا كذا. اشمعنى اسلام بالاخص اللي اتذكر في القصه دي؟ اسلام بالاخص اتذكر في القصه دي لان اسلام بقى ابتدى يدفع فلوس لهبه فكل حاجه رايحه لهبه كل الفلوس رايحه لهبه لحد ما هبه قعدت ولا عارفه تشتغل بره ولا عارفه تطلع لايفات ولا عارفه تروح تشتغل ولا تتوظف حتى في شغلانه عشان انتوا طلعتوا عليا سيره من غير ما حتى القانون يبرئني. يعني انتوا مش مستنيين حتى ان القانون ياخد مجراه واتبرأ. طلعتوا عليا ان انا وحشه وان انا مؤذيه وان انا قتلت قتله وان انا خدت اعضاء وان انا عملت كذا وكذا وكذا عشان اختني ايه؟ انا متجوزه من 2017 على البلاط زي ما هم بيقولوا، مش كانوا بيعايروني بيقولوا يبقى متجوزه على البلاط. يعني بادئه معاه من تحت الصفر، كنا بنشتري كل حاجه بالقسط وقاعدين وماشيين بما يرضي الله عشان خاطر العيالين اللي في رقبتنا. اللي يقول لك انا بنتي اصلا اللي بيقولوا عليها مش عارفه ايه، انا بنتي مولوده 2022 فاهمين؟ يعني انا بنتي اصلا لسه بتكمل ال3 سنين. فبتقولوا ايه؟ لما انا مثلا مرقداله بخلف منه، رحت خلفت منه عيل وخلفت منه التاني وكنت قاعده في المستشفيات كل ده ما كنت سبته بقى اريح بقى، كنت سبته بقى وسكت بما ان انا في الاخر طلعت انا الوحشه. يا جماعه مش هقول غير كلمه واحده، سيبوا القانون ياخد مجراه وما يطلع براءتي ساعتها تبقى انتوا ما عملتوش معايا حاجه وحشه. يا سيدي ما طلعتش براءتي يبقى لكم حق ساعتها. مش هقول لكم تنزلوا عليا فيديو، نزلوا عليا 90,000 فيديو في الساعه واشتموا فيا وخدوا في عرضي ويقولوا كلام عليا ما حصلش. لان انا قسما بالله خلاص نفسيتي احنا بشر انا خلاص ما بقتش مستحمله كل يوم ظلم من كل حته. تمام. ده كله عشان خاطر انا عملت ايه؟ قال لك اصل كانت بتصوروا والله العظيم 3 ومصحف ربنا التصوير ده من اول يوم لاخر يوم ابراهيم اللي كان بيصور. اوريكم فيديو من التليفون ده دلوقتي، من تليفون ابراهيم ده قسما بالله ابراهيم بيصور فيديو كده قبل ما يتوفى بيوم بيعمل كده قال ايه؟ ادعوا لي ربنا يشفيني انا قدها. هو كان مقتنع ان هو بطل الشارع دلوقتي، الناس كلها شايفه ابراهيم بطل وابراهيم محارب.
ابراهيم اللي انتوا عايزين تشوهوا قصه ان هو لا حارب المرض وكان نفسه يخف عشان ولاده. لا انتوا عايزين بقى دلوقتي تخلوا ابراهيم ان هو كان واحد باع حته من جسمه بس. لكن حسبي الله ونعم الوكيل، والاكونت موجود. انا بس ابراهيم اخر فتره قسما بالله، اقسمت بالله والله العظيم والعز ويذل البشر، لو انا اعرف ان الفيديو اللي بصوره ده كان هيبقى قبل ما يتوفى بيوم، قسما بالله ما كنت صورته. والله العظيم 3 ما كنت صورته. انا كنت اصوره ما كان في نيتي اي حاجه غير ان انا عايزه يفضل بس كل لحظه متوثقه معايا بصوره وفيديو. كل لحظه معايا متوثقه معايا صوره وفيديو لعيالي، عشان انا عارفه واثقه ان عيالي بعد كام سنه مش هيبقوا فاكرين شكل ابراهيم غير من الصور والفيديوهات اللي انا اصلا مصورها بكل حته. الشقه اللي بتقول اصل هبه شالت صوره ماليه كل حته. هبه ما شالتش صوره ولا عملت حاجه، هبه بطلت تنزل حاجه عشان انتوا قلتوا ده بتتاجر بيه. حتى بعد ما مات بتنزل صور عشان ريتش، وانا ولا كنت عايزه ريتش ولا عايزه دفت. انا نمت قمت لقيت الاكونت 2 مليون، ولا قلت لحد حاجه ولا عملت. كنت بطلع لايف عشان اكل الغلابه اللي في البيت، تمام؟ عشان لا حول لي ولا قوه، عشان الجلطه اللي في رجلي تعباني غصب عني. بمشي شويه وشويه مش قادره امشي، ماشي شويه وشويه ركبتي بتنقح عليا، مش قادره ادوس على الارض. شغل بره مش هينفع اشتغل شغل بره بسبب برضو الكلام ان يبقى اعضاء ويبقى مش عارفه ايه لحد ما تثبت براءتي في القضيه. ما ينفعش ان انا اطلع اشتغل ولا اعمل اي حاجه، تمام؟ ولا ينفع طبعا ولا اودي عيالي في حته ولا اعمل ولا اسوي، وديني قاعده مستنيه فرج ربنا ورحمته بالعباد بس، ولا اكتر ولا اقل. فانتوا ارحموا عشان ترحموا، ارحموا، استنوا سيبوا قضاء بلدكم يحكم في القضيه، وانا مستنيه زيكم اهو. انا ولا اتكلمت ولا فتحت بقي ولا جلجلت ولا قلت انا عامله كذا وعامله كذا وعامله كذا. من اول يوم الشخصيه اتكلمت عليا فيه وظلمتني وثبتني انا والراجل اللي في ذمه الله، رحت اتحركت قانونيا وسكت، تمام؟ زعلانين انتوا قلتوا ان متسرب لك فيديو وانت بتتكلمي عليها وزعلانين ان انا طلعت رديت. دي واحده غلطت فيا، غلطت في شرفي، غلطت في ابراهيم، قالت ابراهيم ده كذا وكذا، وانا مالي ما يتحرق، ده هو اللي متبرع، ده انا معايا فيديوهات. انا ما كنتش متوقعه ان يتقال كل الكلام ده، تمام؟ كنت فاكره ان انا اكتر حاجه هواجهها بعد موت ابراهيم معاناتي بالعيلين، ان انا اعيش ازاي، عايش عيال ازاي من غيره، يعني هيعيشوا ازاي من غير ابوهم. اي نعم في ناس كتير عندهم ابهات بس يعني لا يحتسبوا عليهم، ولكن اهو او موجود في ظهر عياله، سند ليهم، ظهر ليهم، عشان ما يجيش عليهم الزمن في يوم من الايام واي حد ينعش فيهم وراهم ابوه. لكن في الاخر بعد ما ابوهم مات مسكتوا امهم عشان بنطالب بحبس هبه. طب حبس هبه ما عملتش حاجه. قال لو عملت حاجه يا ربي يا ربي اموت بنفس مرض. يعني في حد يدعي على نفسه كم بالدعاء ده؟ يا رب لو عملت حاجه يقتص مني ربنا في اعز ما ليا، يوجع قلبي في اعز ما ليا، اقول اكتر من كده؟ عملت كل حاجه، بحاول ما اعيطش زي ما انتوا بتقولوا، انا بحاول ما اعيطش وبحاول اسكت. ولما طلعت وانا ما بعيطش وواقفه على رجلي قلت دي لحقت تعيش وتتخطى وموف اون ومش موف اون، وروحي الاسلام يطيب جراحك وروحي مش عارفه ايه. عملت للراجل مشكله، عملت له مشكله ببلده، عملت له مشكله ان هبه فاتحه له كافيه. انا لو احتكم على فلوس كافيه افتح مشروع باسم عيالي. ليه افتح باسم حد؟ ضنايا عندي بالدنيا وما فيها، ليه افتح باسم حد خلقه اي مخلوق خلقه ربنا؟ عيالي اللي في رقبتي دول. طب ايه انا لو معايا جنيه هيبقى عيالي اولى من اي حد. الراجل جه من بره